بالتأكيد النهارده عندنا متابعة مهمة جدا لاستعدادات الفريق لمباراة المصري اللي هتقام بإذن الله يوم الخميس على استاد برج العرب. مباراة هامة جدا، مباراة صعبة جدا، نقدر نقول هي مباراة الصدارة. زي ما الأهلي تخطى عقبة بوليسداد في دوري أبطال إفريقيا لصدارة المجموعة في دوري الأبطال، مباراة المصري نفس الأمور، عنق الزجاجة لصدارة بطولة الدوري ولو بشكل مؤقت في ظل أن هناك مباراة مؤجلة ما زالت للأهلي ستقام خلال الفترة المقبلة. أهمية المباراة أن الأهلي حاليا في المركز الثالث ب8 نقاط والمصري في الصدارة ب11 نقطة، ولكن المصري لعب مباراة أكتر من النادي الأهلي، وده هيخلي الفريق عنده دوافع أكتر لتصدر الدوري العام. وفكرة عدد النقاط والتصدر مبكرا ده مهم جدا، لأن النتائج اللي هتخرج بيها من الدور الأول هتساعدك بشكل كبير جدا على الاستمرارية بشكل أفضل نحو المنافسة نحو بطولة الدوري العام خلال هذا الموسم، واللي بيتلعب بشكل استثنائي نتيجة طبعا ضغط المباريات والرزنامة والأجندة. فبالتالي قرار الدوري السنة دي قرار مختلف بمسابقة مختلفة، دور أول ب17 مباراة، ثم مرحلتين، مرحلة تحديد البطل ومرحلة تحديد الفرق اللي هتنزل للدرجة الثانية. طبعا الفريق داخل مباراة المصري وهيكون عنده غيابات مؤثرة، غياب رضا سليم اللي تعرض لإصابة في مباراة شباب بلوزداد، غياب طاهر محمد طاهر اللي تعرض لإصابة عقب مباراة باتشوكا المكسيكي، وبالتالي جناحات مهمة مش هتكون موجودة في مباراة المصري القادمة، ولكن في بيرسيتاو، في حسين الشحات، في وسام أبو علي، في كذا لاعب إن شاء الله بإذن الله هيكونوا مع مارسيل كولر خلال المرحلة اللي جاية. وكل ما أتمناه إن مباراة المصري نبدأ بيها بنفس الشكل والأداء والروح والدوافع اللي كانت موجودة في ال45 دقيقة اللي كانت في الشوط الثاني أمام شباب بلوزداد. ننسى الشوط الأول بكل سلبياته اللي فيه، لأن ما كانش فيه أي إيجابية بصراحة، ولكن الشوط الثاني أمام شباب بلوزداد الأهلي عمل مباراة كبيرة جدا، شوط يدرس على كافة الجوانب، بدنية، فنية، تغييرات، تكتيك، تحركات، كل شيء كان مميز في الشوط الثاني في مواجهة شباب بلوزداد. نتمنى مباراة المصري من أول دقيقة نشوف نفس الأداء اللي ظهر به الأهلي في الشوط الثاني. ويمكن ده أبرز تعليق قاله كولر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة شباب بلوزداد، لما قال أتمنى أن النتيجة الكبيرة اللي اتحققت في مباراة بلوزداد تكون بداية وصفحة جديدة مع جماهير النادي الأهلي.